الحقوني يا جماعه، انا متاخره جدا على فرح اخويا. دلوقتي الساعه 11 ونص والفرح بدا الساعه 9 ونص، يعني انا متاخره حوالي ساعه ونص. لازم دلوقتي نجهز مع بعض بسرعه جدا جدا لاني اتاخرت جدا، وكلهم عمالين يتصلوا عليا انت فين، ايه اللي اخرك كده. هبدا بقى ان انا اعقم العدسات كده بسرعه جدا عشان ما اتاخرش اكتر من كده. واول حاجه هعملها طالما عندي مناسبه مهمه جدا جدا وطبعا فرح اخويا، هحط البرايمر ده بيثبت الميك اب وبيقفل اي مسام واسعه عندك. هحطه في اماكن المسامات فقط. وهحط بقى اللي هو السكين تنت ده بيدي جلو للبشره خطير خطير خطير. بتجيبيه اي براند انت حباه يعني، تمام. مش هحط فاونديشن خالص. بصوا هيبقى بشرتي عامله ازاي. هتلاقوا بشرتي كده فيها لمعه ومش عليها طبقات كتير. هو خفيف جدا عامل زي الميه كده، بس بيدي للبشره لمعه وتوحيد لون. بعد كده هستخدم الكونسيلر ده تحت عينيا. احط درجتين مختلفين عن بعض، هما دول مختلفتين عن بعض بس انا مش عارفه باين ولا لا في التصوير. وهعمل التاتو اللي في حواجبي ده البسيط اللي باين ده بلون زي كده اللي هو اللون المقرنش شويه. وهنا بقى بستخدم الباليت بتاعه روز بيري، طبعا غنيه عن التعريف. وهبتدي ان انا اعمل خدودي كده وارفعها بالبلاشر، وكمان هشد وشي بالكونتور. يعني هتلاقوا وشي كده متكونتر كاني عامله كده تحديد للوش. بصوا بعمل تحديد كده لدقني والمناخيري بقى، وهظبط اي حاجه عايزه تتحدد. وقرتي برضو حطيت فيها هيك كونتور فوق. بعد كده هجيب الفيكس سبراي بتاع روز بيري، طبعا برضو غني عن التعريف. بصوا يا جماعه انا مستخدمه منتجات يعني مش غاليه قوي، بس بجد بجد فرقت جدا في الميك اب وفي نظافته وحلاوته. استخدمت طبعا الكونسيلر بتاع لوريال، وفي عندي الكونسيلر بتاع تارت. انا استخدمت الاتنين، مكست بينهم. وبرضو حطيت من الكونسيلر بتاع روز بيري. هنا بقى برسم حواجبي وبتقلها شويه لان انا هعمل الميك اب على تقيل. بصوا الجلو اللي في بشرتي، ركزوا كده هتلاقوا كده وشي بيلمع بطريقه واضحه جدا. شايفين في لمعه كده حلوه؟ انا عايزه اللمعه دي. وعملت بقى عينيا، ثبت عينيا بلوز باودر ابيض. وبعدين هحط من الشادو ده الشادو البني الغامق والفاتح، الدرجتين اللي انا شاورت لكم عليهم دول هعملهم زي بيس كده للعين علشان ابتدي ان انا اعمل عليهم اللون اللي انا عايزاه. هعمل برضو نفس الالوان دي لان دي نفس الوان الدريس لونه شامبين كده فاتح. فهعمل بقى الالوان دي هتليق قوي معايا. هجيب كده اي ورقه او كارته او اي حاجه وابتدي احدد كده الخط بتاع اللاينر ده علشان يظبط معايا وما يبهدليش وشي. وبرضو لو حصلت اي بهدله او اي حاجه احنا نقدر ننظف كل ده بالكونسيلر معانا. يعني هنا تقلت شويه فابتديت ان انا ادمج واوزع. دمجت كويس قوي وابتديت ان انا اوزع. وكمان بعد ما توزعي بالفرشه الصغيره لازم تجيبي الفرشه الكبيره دي وتبتدي توزعي بيها تاني علشان خاطر لو في حاجه انت مش شايفاها كده او كده. انا هنا بشرح، انا كنت بعمل الفيديو ده بصوتي بس حسيت ان هو طويل جدا فابتديت ان انا اسرعه واتكلم انا اوفر فويس. هجيب بقى الدرجه اللي بتلمع دي وهحطها على الجفن المتحرك. وده يا جماعه بتاع ميه سينما. ده زي كده عارفين انتوا اللي هو الهايلايتر بس سائل، حلو قوي قوي قوي، بيدي لمعه للبشره حلوه جدا. انا بصراحه كنت عايزه بشرتي يبقى فيها لمعه حلوه قوي، مش عايزه بشرتي تبقى مكتله باودر وفاونديشن وكونسيلر وبلاشر وكونتور. عارفين اللي هو تحسي انت حاطه طن باودر كده على بشرتك. انا ما كنتش حابه كده. هبتدي كمان ان انا احط تحت عينيا من البني الغامق اللي انا حطيته مش الفاتح عشان احدد شكل عينيا. بعد كده هجيب من الدرجه اللي انا حطيتها على الجفن المتحرك اللي هي الهايلايتر دي الجليتر دي واحطها في نص العين من تحت. وهاخد الدرجه بتاعه الهايلايتر اللي هي البرونز دي هحط منها فوق وابتدي ان انا اوزع بس بايديا لان الفرشه بتحط في مكان واحد مش بتوزع. تمام. هبتدي ان انا اوزع كده بصوابعي علشان خاطر الرسمه تظبط اكتر معايا عشان ادي لمعه للشادو فوق العين. خلاص بعد كده هحط مسكره بسيطه خالص خالص، يعني مش مسكره تقيله، عشان بس اركب الرموش بطريقه تكون بروفيشنال شويه. هبتدي اركب الرمش ده بحبه جدا للمناسبات كمان. بصوا يا جماعه اللوك بقى عامل ازاي، كاني عامله مثلا فلتر اللي هي الحاجات بتاعت بنترست دي عارفينها، كاني عامله فلتر مش حقيقي. الميك اب كان خطير، كان فوق الروعه. عملت بقى الايلاينر، رسمت الايلاينر وطبعا حسيت ان المكياج مش محتاج اي حاجه خالص بجد. وعماله بقى افتكر ناقصني ايه. الحركه بتاعه الكونسيلر اللي انا عملتها دي الميك اب ارتست البروفيشنال بس اللي بيعملوها. بشوفهم دايما لما بيخلصوا يفنشوا الميك اب بيعملوا الحركات دي
عشان يدوا تنويره لاماكن معينه في الوش وكنطره لاماكن معينه في الوش. يعني انا بعد ما خلصت خالص كل حاجه اديت تنويره لتحت العين وحوالين الفم كده وكنطره الانف من الجنب كده والدقن كده الحته وانتي طالعه عند الخد. وهجيب البلاشر كل مكان محطوط فيه حاجه هحط عليه من اللي هو اللون بتاعه. يعني البلاشر هحط على خدودي وعلى عظمه المناخير، الكونتور هحط على اماكن اللي انا عامله فيها الكونتور. فاهمين؟ اللي بصوا بقى دي الكومباكت باودر لونها ابيض هحطها تحت عينيا عشان اثبت بيها الكونسيلر اللي انا لسه حطاه، وعشان كمان احافظ على اضاءه المكان اللي انا عملته، يعني الاضاءه اللي عملتها للميك اب كله. خلاص بعد كده هجيب من الكونتور الباودر ده وابتدي اعيد على كونتور الانف. بجد كونتور الانف كان خطير خطير خطير. عايزه اقول لكم ان دي مش لفه الطرحه اللي انا هحضر بيها الفرح خالص، انا هلفها لفه عاديه جدا، لفه كده مقفوله، مش هسيبها مفتوحه كده طبعا لان انا لو سبتها كده الطرحه هتفك مني في الفرح وهتقع. ابتديت ان انا اعيد على اماكن الكونتور اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين، وشي متحدد ومتكنتر اهو. هحط بقى هايلايتر لان انا حابه جدا اللمعه اللي في بشرتي مش عايزاها تروح. خليكم فاكرين ان انا ما حطيتش فاونديشن، كل ده ما حطيتش فاونديشن، حطيت بس اللي هو السكين تنت ده، فرق معايا جدا. هنا هبتدي ان انا احدد شفايفي بقى التحديده الاخيره دي. بصوا تحديده لذيذه كده، وهحط لون بني برضو لذيذ، وحطيت عليه درجه من الكونسيلر فتحته من النص. هنزل لكم فيديو مخصوص للشفايف. بس كده خلصت. وده بقى المحل اللي انا جبت منه الفساتين في مول الصفوه، محل اسمه ليلتي. عايزه اقول لكم ان المحل ده ما شاء الله ما شاء الله 5 فروع. المحل خطير بجد بجد، ناس شيك جدا وذوق جدا في التعامل وسلسين جدا في التعامل واسعارهم روعه. ده شكل الدريس بقى، ودي صور كانت في الفرح. وده الميك اب بقى بس بفلتر بقى يا جماعه. عايزه اقول لكم انه كان بالفلتر خطير 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 بجد. قولي لي بقى رايكم في الميك اب وفي الدريس ايه، وعجبكم ولا لا؟ وانا اسفه اني طولت عليكم، بحبكم قوي. باي باي.